السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحبا بكم خوتي خواتاتي في هذا الفيديو الجديد، نتمنى ان شاء الله يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. المهم خوتي خواتاتي، اليوم جيت نشارك معكم خبيزات بالقمح والدقيق الابيض على غير العاده. كما كتشوفوا انا غالبا كنعجن يعني العجينه عاديه بالدقيق العادي او دقيق الزراع، يعني الدقيق الكامل كما دائما كتشوفوا في الفيديوهات ديالي. اول مره غادي نشارك معكم في هذه التجربه هذه. بالنسبه للخبز المسمن وداك الشيء راه ديما كنعجنوا يعني بهذه الطريقه هذه. واخواتي خواتاتي، هنايا درت جوج زلايف ديال الدقيق الابيض او جوج زلايف ونص ديال الدقيق الابيض وزلافه ونص ديال الدقيق الفينو. المهم كما كتشوفوا انا ما درت لا سكر لا زبده لا زيت لا حتى حاجه البنات، عجنته عادي بالخميره والملحه فقط. والله البنات يعني كنشوف انا بزاف ديال الناس كيزيدوا ديك الاضافات ديال السكر ديال الزيت وداك الشيء، فما عندها حتى معنى. يعني الخبز كيجي يا سلام، كيجي روعه يا البنات بهذه الطريقه هذه. يعني العجينه عاديه ولكن الصراحه جا رائع، وغتشوفوا يعني محمر ومفشفش على مزويناته البنات. والله انا كنشكروا ليكم، مازال يعني غتشوفوا في الاخير النتيجه النهائيه. فوالله العظيم البنات كنشوف انا اغلب الناس كيجيو ديك السكر وداك الشيء فما عندها حتى معنى. يعني غير الانسان يعني كيخسر داك المذاق ديال الخبز، اولا كيزيد يعني ديك السكريات زياده على اللزوم، يعني ما ليها حتى فائده في داك سميتو. يعني بالنسبه للخبز العادي اللي كتخبزوه في الحياه اليوميه ديالكم، فما كاين لاش تزيدوا ديك الاضافات ديال السكر وداك الشيء. هذا ما كان خوتي خواتاتي. المهم انا دخلت هنايا الخميره ديالي، درت معلقه ديال الخميره وواحد شويه، ودرت الملح. يعني الملح كديري القياس اللي كتبغي، القياس اللي يعني على حسب الذوق ديالك. صافي هذاك الشيء اللي درت الدقيق، درت الدقيق الابيض. المهم هنايا دابا درت الماء، كندير الماء بشويه بشويه البنات كما كتشوفوا. هنايا البنات باش يجيك الخبز رطب مفشفش، ويعني يعني كيما الخبز ديال المخابز، خصو يدلك مزيان البنات. كنشوف انا اغلب الناس الاغلبيه كتشد مثلا الدقيق كدير ليه الماء دغيا بالزربه وكتدورو صافي كتحطو، هذاك ما يعني ما كيدلكش مزيان، ما كياخذش الوقت ديالو في الدليك. فهذه هي الطريقه اللي كندير انا غالبا. والله العظيم البنات واخا نكون يعني زربانه، واخا نكون اي حاجه، فالعجينه ديالي كنعطيها الوقت الكافي ديالها. الماء كندير بشويه بشويه كما كتشوفوا البنات. هنايا ما سرعتش الفيديو باش يعني يستافدوا. انا عارفه بان الاغلبيه ديال البنات تبارك الله كيعرفوا كيعجنوا، ولكن كاينين البنات مبتدئات اللي يلاه كيبداو يعجنوا داكشي، فما فيها باس نعطيوهم الوقت الكافي ديال يعني باش يتعلموا. الحمد لله كاينين عطا الله القنوات اللي كتفيد وسميتو، وحتى حنا خدينا بدورنا هاد المبادره هذه. فعلى الاقل غير اللي شاف الفيديو يقول لك الله يرحم الوالدين. صافي البنات هنايا كندلك كما كتشوفوا العجينه ديالي. كما قلت لكم ما سرعتش الفيديو باش تشوفوا انني دلكتها مزيان مزيان. والله البنات الا سخفاتني وكما وغنقول لكم ماشي زعما ماشي غير حيت كنصور، ماشي غير حيت كنصور فيديو. الا سميتو انا دائما في الحياه اليوميه كندير العجينه ديالي بهذه الطريقه هذه، وكيبقى البنات كيبقى شحال من نهار كيجي وكيبقى كما هو، تسخنيه وتاكليه رطب مفشفش ويا سلام. والله العظيم البنات بالنسبه لكما الاغلبيه ديال البنات كيقولوا لك لا الا ما درنا ليه السكر ما يجيش محمر. لا البنات والله العظيم الا بلا سكر بلا زيت بلا حتى حاجه كيجي محمر. عرفتو؟ غير يكون الدقيق مزيان، يكون الدقيق ممتاز، يكون يعني خذي الجوده في الدقيق، فغيجي محمر بلا سكر بلا والو. هذه هي النصيحه الثانيه. المهم البنات انا غير كما قلت لكم كان يعني هذا الفيديو للبنات المبتدئات ولا المهم راه دائما. والله البنات باش ما نقولوش حنا راه كل شيء كنعرفوا كل شيء، لا راه كلنا كنتعلموا وكل شيء الانسان غير كيتعلم. هنا البنات كما كتشوفوني هنا دلكت العجينه ديالي مزيان مزيان. هانتوما تشوفوا غادي نغطي عليها وغادي نخليها تقريبا انا نص ساعه او لا 20 دقيقه. هذاك الشيء اللي خدات ليا البنات باش ما نكذبوش ثاني نقولوا لا هكا راه خدات ساعه ولا سميت. والله البنات الا تقريبا 20 دقيقه ولات
ضاعف الحجم ديالها. هانتوما كتشوفوا العجينه تبارك الله ما شاء الله ضاعف الحجم ديالها ورطبه. شوفوا هانتوما البنات، يعني ملي كتعطي هذاك الوقت ديالها وكتدلكيها مزيان مزيان، راه ما في البلاصه كتحسي بها بحال الشهده. وحق الله العظيم البنات، وسمحوا لي كنبغى نقول حق الله العظيم حق الله العظيم، سمحوا لي البنات. المهم هنايا بديت تقرص ديال الخبز ديالي ما كتشوفوا، انا كنقرصو غير في القصريه. سمحوا لي البنات، باقي لحد الساعه مازال ما قديت المسائل ديالي في المطبخ ولا في الكوزينه. باقي ان شاء الله غادي نقاد يعني البلاصه فاش غنصور وداكشي. المهم غير قبلوا عليا، واخا يعني التصوير ديالي عيان شويه ويعني الحوايج اللي عندي ما سميتو ما نقبلوا عليا ان شاء الله. دابا تيسر الامور ونقاد المسائل. هنا البنات قرصت الكريسات ديالي الخبيزات ديالي، غادي نقرصهم هكايا في هذاك الدقيق ديال الفينو باش تشوفوهم هكايا نتوما. يعني ما درت لهم لا دقيق ابيض لا والو. ان شاء الله مازال غادي نتقاسم معكم خبيزات اخرين بالزنجلان بالبافو يعني بزريعه الكتان وداكشي. المهم كنت غندير خبيزات مشكلين هكايا على حسب يعني كل شكل بوحدو، ولكن قلت خليني نعجن دابا نطيب هذا الخبيز هذا بالطريقه العاديه. وان شاء الله مره اخرى غادي نتشارك معكم الخبز بالزنجلان وبالمسائل يعني بهذوك دوك الزرارع كاملين ان شاء الله في فيديو اخر. صافي البنات، هنايا قرصت الخبز ديالي كامل كما كتشوفوا. هنا سرعت الفيديو البنات باش ما يديش ليا الوقت بزاف، عارفه بان خص يعني الفيديو ما يكونش طويل بزاف، فلهذا سرعت الفيديو. صافي البنات، هنايا غنقرصو كامل، غنخليه تاني واحد تقريبا 10 دقائق. هنايا البنات كما كتشوفوا درت هنايا الخبز ديال الفران، ودرت واحد 2 خبيزات على حسب ولادي بغاو الخبز ديال البطبوط. هنايا درت تقريبا 6 ديال الخبزات ديال الفران، ودرت واحد 2 صغار ديال البطبوط. المهم هنايا قرصتهم كما كتشوفوا. غنغطي عليهم ان شاء الله ونرجع معكم باش تشوفوا الخبز ديالي فاش بعد ما طاب في الفران. وهذا ما كان خوتي خواتاتي. نتمنى ان شاء الله الا بقيتوا حتى الاخير ولا وصلتوا هاد اللقطه هذه. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هبطوا ديروا لي ابوني ولايك وواحد التعليق زوين بحالكم خوتي خواتاتي، وما تنساونيش خوتي من الدعاء الصالح، وبارطاجيو لي خوتي الفيديوهات مع الاهل والاحباب والاصدقاء. محتاجه مزيد من الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم، والله لا يخطيكم عليا خوتي العزاز خواتاتي العزازات، وهانتم معنا. صافي البنات، هنا بعد ما خمرات لي العجينه كما كتشوفوا، هاني بديت ان شاء الله كنطيب فيهم. هنا طيبت الخبيزه ديال البطبوط، طيبت وحده وخليت وحده كطيب، وهنايا هزيت الخبز ديالي كنطيبو في الفرن ان شاء الله. هانتوما البنات انا كنطيبو على هذه الطريقه، يعني كل واحد بالطريقه ديالو. كاين اللي كيدير فيها تقيبه هكايا في الوسط، كاين اللي كيديرها بالفورشيت، كاين اللي كيدير خطوط. المهم ان شاء الله من بعد غنتشارك معكم كلشي. هنا البنات كما كتشوفوا الخبيزات ديالي تحمروا مزيان. هانتوما تشوفوا اللون ذهبي يا سلام، والمذاق رائع ومفشفشين البنات. سمحوا لي نسيت ما قطعت خبزه هكايا باش كما كيديروا باش تشوفوا يعني كي دايره في سميتو. المهم فيديوهات اخرين ان شاء الله. المهم انا غير بغيت نوريكم البنات. هانتوما الخبز ديالي محمر يا البنات، شهوه منه الصراحه. هذا ما كان خوتي خواتاتي. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله.